مساء الخير. انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. لاول مره تشوفنا متنسيش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده قصه فيلم نادر جدا وهو ايام شبابي. تم عرضه المره الاولى يوم 6 نوفمبر 1950. مده عرضه 115 دقيقه، والفيلم تصنيفه درامي بحت. الفيلم من إخراج جمال مدكور، أما عن تأليف جمال مدكور. أما عن طاقم العمل: كمال الشناوي، تحية كاريوكا، شادية، أحمد علام، عزيز عثمان، محمود المليجي، عزيزة حلمي، عبد العزيز أحمد، زوزو شكيب، سامية رشدي، شفيق نور الدين، وماري عز الدين. القصة بتدور حوالين شاب ثري جدا عنده حوالي 200 فدان ورثهم عن أبوه. الشاب ده هو محمود المليجي. أول ما والده توفى وورث كل الأملاك دي، حب إن هو يضيعها ما بين الخمرة وما بين القمار وما بين كل حاجة حرام. لجأ إن هو يعمل حيلة، يروح كل يوم الكباريهات ويرجع. وهو ورايح لقى محل خياطة صغير فيه بنت جميلة وهي عزيزة حلمي، حبها فوقعها في الغلط وحملت منه. أول ما خلفت راحت له علشان يعترف بابنه، رفض ورماها. فاضطرت ان هي تعيش على مكنة الخياطة لحد ما تربي ابنها وتستحمل غلطتها لوحدها، لان كمان اهلها طردوها. وفضل محمود المليجي يسهر ويضيع في الفلوس، وعزيزة حلمي تعيش على مكنة الخياطة عشان تقدر تربي ابنها ده كبر وحب جارتهم، هي شادية، كمال الشناوي وشادية. نشأت بينهم قصة حب حلوة قوي. شادية كانت بنت فقيرة بس كانت بتغني في الكباريه علشان يجيلها فلوس، فكمال الشناوي رفض ان هي تعمل كده، وهي ما كانش قدامها حل غير كده. فقال لها خلاص، طالما انتي بتعمليش حاجة غلط انا هوديكي وهرجعك. فبقى كل يوم يوديها ويستناها لحد ما تخلص ويرجعها تاني البيت علشان يحافظ عليها. وفي مرة من الأيام أول ما وصل شاف مين؟ تحية كاريوكا، الرقاصة اللي اسمها لولا. وقعت في حب وحاولت ان هي تاخده، رفض في الأول وفي الآخر استدرجته. تمام. وبعد ما استدرجته وقعته بكل حاجة، خلته يسيب الجامعة بتاعته، وكمان ودته لواحد هي شغالة معاه بيزور فلوس جديدة، وهي 10 جنيه الجديدة، بس مش 10 جنيه بتاعت دلوقتي، 10 جنيه بتاعت زمان، ويضيعهم. تمام. اتقبض عليه في قضية نصب بسبب الفلوس المزورة اللي معاه. فأمه ملقتش أي حل وكل الأبواب اتقفلت قدامها، واضطرت ان هي تروح لمحمود المليجي وتحكيله الموضوع. وأول ما وصلت كانت لقيته إنسان تاني غير اللي شافته قبل كده. الإنسان المستهتر اللي بيضيع الفلوس اللي كل حاجة وحشة فيه اتعدل وحب ان هو يغفر عن ذنوبه، وكمان كان بيدور عليها. أول ما لقاها استنجد بيها، حكت له على كل الحكاية وحب ينقذ ابنه بكل الطرق، معرفش يجيبها من هنا يجيبها من هنا، مش راضية تنحل. وفي الآخر اكتشف حيلة حلوة قوي، انه يوقع الرقاصة والراجل اللي بيزور الفلوس بكلمة واحدة: انا جاي اعمل معاكم، انا راجل مليونير ومعايا فلوس كتير وعايز اغير الفلوس اللي عندكم بفلوس مزورة. ايه ده ازاي؟ نشتغل مع بعض، بزنس، والفلوس بالنص. وبالفعل وقعهم والبوليس قبض عليهم. وفي النهاية رجع كمال الشناوي لحضن عزيزة حلمي وكمان محمود المليجي أبوه وأمه. بس المرة دي كانت الجايزة بتاعت ربنا كبيرة. انت كان بيقوله انت عايش مع أمك بس ومش عارف مين أبوك وبتحب واحدة ومش هتعرف تتجوزها، لا أنا المرة دي هكافئك، هرجع لك أبوك وأمك وحبيبتك. وكمان رجع الجامعة وعاشوا حياة سعيدة. وبعد ما كانش لاقي اللضا لقى كل الفلوس حواليه، وكمان أبوه انعدل وبقى
غلبان قوي وبيغفر عن ذنوبه. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة. وقبل ما نقفل عايزة اقولك كلمة: اوعى تفتكر ان الحاجة الوحشة اللي حصلت في حياتك ملهاش معنى حلو هيحصل في الاخر، بس استنى وقول يا رب. شكرا جدا.